سلام كبير وتحية يا شهيدة يا ضحية. أول ما سمعت الجملة دي في ألبوم عمرو دياب الجديد وقفت عندها، قعدت أفكر. مش لأنها بتتكلم عن نهاية علاقة، لا 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 خالص. هي فكرتني بطريقة تفكيري زمان، وبحالة بنشوفها كتير دلوقتي. في ناس عايشة طول عمرها في دور الضحية، وأنا كنت واحد منهم. أي مشكلة بتحصل السبب بيكون حد تاني، مرة جايز الظروف، مرة الشريك، مرة الشغل، الدنيا كلها إلا هو. طول ما انت شايف نفسك الضحية مش هتشوف الجزء اللي محتاج يتغير فيك. الاعتراف بالضعف عمره ما كان ضعف، ده بداية النضج، لأن اللي بيراجع نفسه بيتطور. أما اللي مقتنع إنه مظلوم في كل مرة هيفضل واقف مكانه محلك سر. سلام كبير وتحية لكل واحد قرر يسيب دور الضحية ويواجه نفسه. سلام.